أيها الأحبة الكرام، ليش نحن مصرين على هذه الأبحاث؟ الله عز وجل يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله عز وجل لن يأذن، هذه سنة إلهية، أن الله تعالى لا يجري سنته التغييرية في حال قوم، سواء على المستوى الإنساني يعني المادي أو ما وراء المادة أو الإلهي أو الأخروي أو الدنيوي، إلا عندما يغيروا ما بأنفسهم. كيف يغير الإنسان ما في نفسه؟ أولا، الإنسان هو عبارة عن هوية، وعبارة عن مرتكزات عقلية وفكرية ونظرية معرفة من أين يستمد معارفه، ورؤية كونية. كل هذه الأربعة تحدد مصير الإنسان، تحدد سلوك الإنسان، تحدد كل ما يتعلق بهذا الإنسان. شو يعني نظرية معرفة؟ شوفوا، لاحظوا، اليوم أيها الأحبة العدو يعمل على تشويه نظرية المعرفة والرؤية الكونية للمؤمنين، لأصحاب الرؤية الإلهية للكون. مثل مو شايفين بالعنوان: الرؤية المادية والرؤية الإلهية. شايفين؟ أصحاب الرؤية المادية واللي هن معادين لأصحاب الرؤية الإلهية، أو أصحاب الرؤية الإلهية عم يأثروا على رؤيتهم المادية، يحاولون تغيير هذه الرؤية بطريقة فلسفية منظمة ممنهجة. يعني اليوم مثلا لما بيدخل اليأس لقلوب الناس، اليوم لما الناس بيشوفوا انه اصحاب النظرية المادية متفوقين دنيويا وعسكريا واقتصاديا، فهن عم يقدموا نموذج تعريفي لرؤيتهم المادية بشكل عملي. فهذا عم يأثر، عم يعيد تركيب وعم يعيد تأسيس وعم يعيد تعريف الكثير من المصطلحات عند أصحاب الرؤية الإلهية. بس عند مين من أصحاب الرؤية الإلهية؟ عند الذين ورثوا هذه الرؤية الكونية وراثة، دون أن تثبت في عقولهم وقلوبهم وسلوكهم. نحن مهمتنا اليوم بهذه الأزمة التي تعيشها أمتنا، بهذه الفترة التي بلغت فيها القلوب الحناجر، أن نمشي على مسارين. المسار الأول هو المسار العاطفي المعنوي، المتمثل بمجالس العزاء، بارتباط الإنسان بالعبادة، بارتباط الإنسان بهذا الوجدان والعرفان، وتغذية الجانب الروحي السلوكي إلى آخره. والمسار الثاني المهم جدا، وهو تثبيت رؤية كونية إلهية من خلال الدليل، من خلال البرهان، من خلال الثوابت، من خلال التمحيص والاستدلال والبحث والبرهان العميق. مش بس من خلال الوراثة، أنه أنا ولدت بعائلة تنتمي لهذه الرؤية الكونية فأنا مثلهم. تمام؟ هو هون مشكلتنا، مثل ما حكينا، هو بصير في عدم انسجام. أنا عم أعيش حقيقة وفق الرؤية المادية، بس أنا من جوا ورتان من أهلي ومن بيئتي الرؤية الإلهية. عم يصير هذا التناقض العجيب في شخصية الإنسان، فلا هو ثابت بشكل قوي ولا يتزحزح على الرؤية الإلهية، بحيث أنه سلوكه وقراراته كلها معتمدة على هذه الرؤية، ولا هو رايح باتجاه الرؤية المادية، فبيطلع فاشل بالتنتين. ملاحظين كيف؟ بينما لا، المعتمد على الرؤية المادية وأسسها وثوابتها وكذا بيشتغل بشكل ممنهج، بشكل وهو مرتاح، لأنه معتقد بما يقوم به. سواء كان أدت هذه الرؤية المادية إلى الغطرسة، إلى التبجح، إلى القتل، إلى أي فعل على الإطلاق، ما دام هو أسسه مبنية على هذا الأساس، انتهى الموضوع. مثل شو مثلا؟ هذا المثال أنا بضربه دائما، مثل السوشيال داروينزم، يعني الذي يبتني على الرؤية المادية، لا يرى كرامة للإنسان، لا يرى أن الإنسان خليفة الله. هلأ حنشوف، لا يرى أشياء كثيرة. لذلك يتعامل مع مفهوم أنه حيوان ناطق، أنه حيوان مادي يريد أن يبقى، يريد أن يتكاثر، يريد أن يكون له السطوة والقوة ومصادر الماء والغذاء والطعام والبترول والقوة والرفاهية والمال والسلطة وإلى آخره. هو هيك بيشوف العالم، أصحاب الرؤية المادية.
إذا الرؤية المادية تنفي ما وراء المادة. كل شيء ما وراء المادة، كل ما هو لا يمكن قياسه وتجربته والتعامل معه بالحواس، فلا قيمة له بالنسبة لأصحاب الرؤية الكونية المادية. لا يرون هذا العالم إلا كمادة. يعني إذا جبنا شجرة وجبنا واحد بيولوجي عم بيشتغل بالبيولوجيا، يرى في الشجرة أنها نسغ ناقص ونسغ كامل وزراعة وإلى آخره. يرى في الإنسان دي إن اي وجينات وسيلز وخلايا و اي تي بي وإلى آخره وأعضاء وكذا. تمام. بنجيب الشاعر يرى في الشجرة الجمال، الخضراء، المدري شو إلى آخره. نأتي بالفلاح يراها بنظرة أخرى. يعني الرؤية المادية والرؤية الإلهية هي النظارة التي يلبسها الإنسان ليرى فيها كل شيء في هذا الكون. كل شيء. يعني تخيل تلبس نظارة موسى عليه السلام، فترى أن في خرق السفينة أمر قبيح بشع، تعدي على الآخر، ظلم للإنسان. بينما البس نظارة الخضر العبد الصالح، ترى أن خرق السفينة هو مطلق الجمال والعدل وإلى آخره. شايفين؟ نظارة غيرت المفهوم. يعني الإنسان لما يؤمن بالقضاء والقدر، هي نظارة القضاء والقدر، بيفهم انه هو عايش بخطة إلهية لازم يتماهى معها ولازم يصبر عليها ويؤمن بقضاء الله وقدره. بيلبس النظارة المادية بشوف لا، لا يوجد إله، الإله غير موجود في هذه المعادلة، الإنسان هو المقرر وهو إله نفسه. تمام. الرؤية الإلهية تتحدث عن الوجود في ضوء المطلق غير المحدود بمادة وبحدود معينة. على كل حال، ما هي الرؤية الكونية الورد فيو؟ هي المنظومة الفكرية، منظومة يعني قواعد منظمة فكرية كاملة، يفسر من خلالها الإنسان كل الوجود، كل شيء يحصل، كل ما يحدد هويته، هوية الكون، ويجيب عن الأسئلة: الله والإنسان والكون. هدول الأسئلة الثلاثة، هدول الإشكاليات الثلاثة: الله والإنسان والكون. كل شيء بيتعلق بالله، كل شيء بيتعلق بالإنسان، كل شيء بيتعلق بالكون. يجيب على كل الأسئلة المتعلقة فيهم من خلال هذه المنظومة الفكرية، ويحدد موقعه منه. أنا وين من هذه المنظومة؟ أنا شو دوري؟ شو كذا؟ وتشكل قراراته وسلوكه ومشاعره. يعني مثلا في الإنسان المادي البحت الذي لا يرى إلا معادلات: 1+1=2، فهذا يرى بهذا الفعل تهور وانحدار وانتحار ومغامرة وإلى آخره. اللي بيلبس نظارة المعادلات الإلهية لا، يرى أنه هذا تكليف، هذا هو خليفة الله في الأرض. شايفين كيف صار سلوك هاد وسلوك هاد مختلف تماما؟ هاد بيصل لمرحلة انه ببيع كل شيء مقابل سلامته، مقابل حياته، وهاد ببيع كل شيء مقابل الإرادة الإلهية. ففي السلوك كيف اختلف تماما لما بتكون القواعد ثابتة. ومشاعره، حتى مشاعره، يعني ابعت واحد مثلا، يعني في مثلا بعض المؤمنين بتلاقي حتى أحلامهم أحلام إلهية. يعني أنت بتحط راسك على المخدة قبل ما تنام، في نوعين من الناس: نوع بيكون عم يحلم إنه هو بمكة والمدينة والنجف وكربلاء، وكيف هو رح يقابل رسول الله وأهل البيت عليهم السلام يوم القيامة. هيك بيحلم، هيك أحلام اليقظة عنده، هيك أحلام النوم عنده. وفي واحد لا، بيحط راسه على المخدة بيحلم قد ايه بده يجمع مال وقديش بده كذا وقديش. مثل واحد قال لي: انا كل يوم كل ما بحط راسي على المخدة بتخيل حالي ربحان اللوتو وعم ابني سيناريوهات لحياتي. وفي واحد لا. شايفين؟ فاذا هذه الرؤية الكونية تحدد كل شيء في الانسان بكل جوانب حياته. شو هي الاسئلة اللي بتجاوب عليها؟ الى اي من انا؟ اول شيء تحديد هويته. هل أنا إنسان مخير لدي مشاعر؟ المشاعر هي عبارة عن هل في عندي روح ولا لا؟ أنا عبارة عن chemical in my brain
النور أدرينالين والسيروتونين وإلى آخره من هذه المواد الكيميائية هي التي تحدد عواطفي ومشاعري وقراراتي وانجذاباتي. والدي ان اي والوراثة، وشو ورثت من أهلي وشو ورثت من كذا، شخصيتي كلها محددة بشيء مجبر أنا عليه، بطريقة كيميائية، بطريقة وراثية، بطريقة جينية، بطريقة بيولوجية. فإذا هوية الإنسان، تمام، هلا بنحكي بشكل مفصل. من أين جئت؟ أنا من وين إجيت؟ هل أنا وجود عشوائي؟ هل أنا فعلا ذرة من ذرات هذا الكون؟ أنا تجمع ذرات غبار كوني بالصدفة اجتمعوا مع بعضهم وكونوا خلايا حية. الخلايا الحية كونت أعضاء، الأعضاء ساوت إنسان. وأنا أعيش في لا غاية ولا هدف ولا معنى ولا شيء. من وين إجيت؟ ما بيهمني أصلا من وين جيت، أنا لا أدري، لا أهتم. أنا المهم شايف قدامي طريق وعم أمشي عليه. أما أنا من وين إجيت ما بيهمني. لماذا أنا هنا؟ شو الهدف؟ شو الغاية؟ لذلك تلاقي أصحاب الرؤية المادية يقولون لك لا، ما في غاية من وجودك، أنت عبارة عن حصيلة ونتاج عشوائية جاءت بك إلى هذه الحياة، أصبحت حيا وأصبحت مفكرا وأصبحت واعيا، ولكن لا يوجد هدف من وجودك، لا يوجد غاية ولا يوجد نهاية تذهب إليها، ولا مهم تعرف من وين إجيت. تمام. فهون بتتفرع عن هالرؤية المادية، الرؤية التشاؤمية، الرؤية الديالكتيكية، الرؤية ما بعرف شو إلى آخره من الرؤى، حسب هاي الإجابة على هذا السؤال. أنا ليش موجود هون؟ موجود لآكل وأشرب وبعدين موت وتكاثر وإلى آخره؟ ولا أنا عندي هدف إلهي، الله عز وجل بعثني أنا مستخلف في الأرض؟ ولا ليش؟ إلى أين أذهب؟ وين رايح بعدين؟ هل بالموت تنتهي الحياة؟ خلص أنا عبارة عن مثل أي شيء مادي بهالكون، مثل الحيوان، مثل النبات، بس يموت خلص يتناثر ويتفكك ويرجع إلى السيركل تبع هاي الطبيعة، ناتشوراليزم، وبيروح بال يعني بالطبيعة وبالتراب وإلى آخره. ولا لا، أنا سوف أنتقل إلى عالم آخر، كل واحدة من هدول حتأثر بشكل عميق على قراري. أمام كل موقف في الحياة سوف أستدعي، كل واحد مننا حيستدعي الرؤية الكونية تبعه. إذا كانت الرؤية الكونية تبعي ثابتة وراسخة في عقلي من خلال البرهان وثابتة في القلب، فإذا أنا عندما أي موقف أستدعي هدول الأسئلة الأربعة: أنا وين؟ من وين؟ الله خلقني، معناتها في عندي سلوك مختلف. أنا جيت، أنا شو هويتي؟ أنا إنسان مستخلف ولا أنا غبار في الكون؟ ليش أنا هون؟ في غاية من وجودي ولا بس أنا عبارة عن عشوائية موجودة مثل أي حجرة بهالكون؟ وأنا وين رايح بعدين؟ في حساب حوقف بين إيدين الله ويقول لي ليش عملت هون، ليش ما عملت هون، ليش هون سكتت، ليش هون حكيت؟ ولا لا، خلص مجرد نهايتي انتهى كل شيء؟ تمام. على هذا الأساس سوف تذهب يعني سلوك الإنسان يتغير تماما. طيب، اليوم رح أبدأ بالرؤية المادية. تمام. وإن شاء الله الدرس القادم رح يروح باتجاه الرؤية الإلهية، لحتى بالدرس الرابع نعمل خواتيم القصص كلها. طبعا هاي الدروس تحتاج إلى سلسلة طويلة، ولكن أنا أرى أنه في هذا الوضع اللي نحن فيه نحتاج إلى فهم عميق أيها الأحبة لنظرية المعرفة وللرؤية الكونية. كل ما ثبتت أكثر كل ما سلوكنا وقرارنا صار أنضج وأفضل. نظرية المعرفة شو يعني؟ مثل ما قلت لكم، الإنسان شخصيته وقراراته وسلوكه ومآلاته تنجاب من المعرفة. من وين بيجيب المعرفة؟ من العقل، من التجربة، من الحس، ولا من الوحي مع هدول كلهم؟ اللي بينكر الوحي بيقول لا قيمة لكل الكتب السماوية ولا الأنبياء ولا أي شيء يتعلق بما وراء المادة. أنا بجيب معارفي من العقل ومن التجربة ومن المادة والحس. أما في مصدر نحن بنجيبهم من هدول أصحاب النظرة الإلهية، بيجيبوا معارفهم من هدول، ولكن بالإضافة إلى الوحي. الوحي هو المصدر الأهم بالنسبة لنظرية المعرفة للمؤمنين. هذا الموضوع كتير رح يفرق معنا بشكل كتير كبير. أولادنا اليوم من وين بيجيبوا معارفهم؟ شو الرؤية الكونية الثابتة في قلوبهم؟
لاحظين كيف كله حيتغير. ما فيني أنا أجي أقول له نمر بسوق أقول له هي اللحمة حرام. هو بالنسبة له شو هي الرؤية اللي مرسخة بذهنه، لأنه معارفه يمكن ما يكون جايبها من الوحي. أما أنت لأنه الوحي قال لك هي حرام بدون سبب. نحن بالنسبة لنا اللحم لازم ينذبح على الطريقة الإسلامية بدون سبب، ما في سبب، ما في غاية، ما في يعني ليش لازم ينتبه؟ لأنه الله عز وجل بده إيانا في عنا أدبيات تتعلق بالأكل، هيك لازم تكون، لازم تنذبح بهالطريقة، يذكر اسم الله عليها وإلى آخره. هو إذا كان مصادر معرفته مش من الوحي ما بيقتنع بهذا الكلام. شو الفرق عنده بين اللحمة يلي اندبحت بالسكين ويلي انصعقت بالكهرباء؟ ماديا ما في فرق بين لحم الخنزير وبين لحم العجل ولحم الغزال ولحم الألك ولحم الموس ولحم كذا ولحم كذا. بالنسبة للمادة ما في فرق. تمام. لذلك مصدر المعرفة الرابع اللي هو الوحي رح يغير كثير من حياتي، بطعامي، بشرابي، بلباسي، بمعاملاتي، بأخلاقي، بعلاقتي مع الناس، بكل شيء. رؤية المادية ترى أن الوجود لا يتعدى المادة وقوانينها، وأنه لا حقيقة لشيء يتجاوز الطاقة والمادة والزمان والمكان. ما في أي شيء آخر، لازم يكون يا طاقة يا مادة يا زمان يا مكان، يعني محصور بالزمان والمكان وهو مادة أو طاقة. وما لا يقاس، ما لا يقاس لا وجود له. شيء اللي ما فينا نقيسه، يكون له طول وعرض وعمق، فهذا غير موجود. لاحظين؟ إذا ما كان له طول مادي وعرض مادي وعمق مادي فهو غير موجود، مش إنه لا يرى، لا هو غير موجود. لاحظين الفرق؟ مرة أنا بقول اللي ما له طول وعرض وعمق ممكن يكون موجود، ولكن أنا ما بقدر أشوفه لأنه أنا عندي بقى مثلا رانج معين. من تحت الحمراء ما بقدر أشوف، وفوق البنفسجي ما بقدر أشوف، فيني أشوف بس هالمجال. وبسمع كمان بمجال معين، وعقلي يدرك كمان مجال معين. إذا أنا محدود بالمادة، كل شيء لا يمكنني قياسه بهذه الأبعاد فهو غير موجود. مش أنا قاصر عن رؤيته أو قاصر عن سمعه، لا لا، هو مش موجود أصلا. لاحظين؟ هي أساس النظرية المادية. طيب، الإلحاد أو اللادينية، لا وجود لإله أو قوة غيبية تحكم الكون. ما في لا غاية ولا إله ولا خالق ولا شيء، لكن شو إجا هيك من عشوائية من الطبيعة. طيب قلنا له إذا بده يجي بشكل عشوائي فمعناتها لازم يكون في، يعني ليكون في عنا أرض أو كون بهالتنظيم هذا، لتجي أرض صدفة بهالتنظيم العجيب العظيم، فمعناتها لازم يكون عنا مليارات 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 الأكوان، وهالكون واحد منهم اللي الأرض زبطت هيك بهالصدفة العجيبة. ايه، بيقوم بيجي ستيفن هوكينج بيقول لك نعم، هي اسمها نظرية الأكوان المتعددة. ونحن عنا فعلا مليارات 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 من الأكوان، وهالكون زبط هيك بهالطريقة واللي اجت فيه الأرض بهالطريقة. لاحظين كيف؟ يعني فبيجوا نفس علماء الفيزياء بيقولوا له أنت تريد أن تقدم نظرية لا يمكن البرهان عليها. إنسان مستحيل يقدر بأي طريقة من الطرق يعرف أنه فعلا في مليارات 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 الأكوان ليقول انه والله في هذا الكون، بينما انت عم تنفي نظرية بسيطة يقبلها العقل والفطرة وكذا، هي وجود خالق ومسبب لهذا الكون. على كل حال، اثنين، الطبيعانية، طبيعة كافية لتفسير كل شيء. يعني بمعنى شو؟ بمعنى انه بتحول الإيمان بوجود خالق لشيء اسمه إله الفجوات. يعني والله قبل ما كنا نعرف كيف ينزل المطر، كيف بينزل المطر، فكنا نقول والله الله بيبعث ملك بينزل المطر. آه طيب اجينا نحن قلنا لكم كيف بينزل المطر. هو عبارة عن تكثف للماء، بخار الماء في السحابة، بعدين بس يصير في ظروف ملائمة بيقوم بينزل المطر. اوكي، هذا السبب، سبب نزول المطر. طيب سبب خلق الكون، البيج بانج. طيب والإنسان، داروين خلق بالتطور. طيب والمدري شو، هذا سببه، هذا سبب الفيزيائي، هذا سبب الكيميائي، هذا سبب الطبيعي. إذا كل شيء يمكن تفسيره من خلال الطبيعة. ونحن لسنا بحاجة لأن، عفوا أنا ولسنا بحاجة لفكرة وجود إله لنبرهن على
الأسباب أو لنكتشف الأسباب التي أدت إلى هذه الأمور. تمام؟ طيب، هاي الطبيعانية، إنه كل شيء يفسر بالطبيعة، كل شيء يفسر بالفيزياء، كل شيء يفسر بالكيمياء. ثالثا، التطور العشوائي، حياة نتاج الصدفة والانتخاب الطبيعي بلا غاية. شوفوا شو يعني، وهي نقطة جدا حساسة أيها الأحبة. بيقولوا لك إنه ال الزرافة لما خلقت كان رقبتها قصيرة، كانت رقبتها قصيرة، بس ولكن بسبب انه صار في مشكلة بالطبيعة وقتها، فصارت الاشجار عالية شوي، فصار يولد زرافات ما عندهم رقبة طويلة، رقبتهم قصيرة مثل بقية الزرافات. تموت الزرافة اللي رقبتها قصيرة، تموت لأنها ما فيها تاكل. هلأ بتصير طفرة، الطفرة بالإنجليزي اسمها موتيشن. بتصير طفرة، بتقوم الدي ان ايه بتصير بتولد زرافات برقبة أطول. بيجي الانتخاب الطبيعي بيقول للزرافة ام رقبة أطول أنت حتعيشي لأنك أنت حتقدري تاكلي، والزرافة ام رقبة أقصر حتموت. هذا الانتخاب الطبيعي العشوائي الغير مغير. برد بالوجبة الثانية تبع الزرافات، برد بيتزوجوا مين؟ أصحاب الزرافات الرقبة الطويلة، بيقوم برد بيموتوا بتزاوجهم اصحاب الرقبه الطويله، بيجيبوا ولد رقبته اطول منهم، انه اجتمعت الدي ان ايه الاثنين. هلا مع كل هذه العشوائيات والطفرات والصدف، تولد تصل الزرافه، بصير بتلاقي رقبتها مع مليون سنه، مليونين، 100 مليون سنه، تصل زرافه كان رقبتها مثل رقبه الحصان لزرافه ليك قد إيه رقبتها. بس هذا بيترافق مع شو؟ رقبة طويلة، يعني قلب أكبر. فلازم كمان الصدفة تعمل موتيشن أو ميوتيشن بالقلب لتخلق لتطالع قلب كبير ليتحمل يضخ دم للراس. وكمان لازم يكونوا عضلات الرجلين أكبر والرجلين أطول ليقدروا يحملوا هالكم الهائل. كل هذا الميوتيشن رح يصير من خلال الطفرة والعشوائيات والصدفة. ما في تدخل لإله ولا لغاية ولا شيء أبدا على الإطلاق. ففسروا التطور العشوائي لا غاية له ولا هدف له ولا مغي من وراه، ما في وراه حدا عم لا، هي طفرة عم تصير، غلطة بصناعة الدي ان اي، أثناء صناعة الدي ان اي بيجي بعدين الظروف الطبيعية اللي هن بيسموه الانتخاب الطبيعي، بيموت يلي شو اسمه. مثل مثلا كمان الطاووس يلي اسمه بيكك، الطاووس ليش الذكر تلاقي ريشاته ما شاء الله طوال وحلوين وجميلين، بينما الأنثى بتلاقيها مثل الدجاجة؟ هذا بسبب ما يسمى التطور الجنسي. يعني كانوا يجوا اثنين يتقاتلوا على أنثى، هدول الذكرين واحد أطول ريشاته وأحلى من الثاني، تقوم الأنثى تختار هذا وتترك هداك، هداك يموت الدي ان اي تبعه، هذا يبقى الدي ان اي تبعه. مع 100 مليون سنة وصلنا لوين؟ لمرحلة انه صار صار يطولوا لحتى صار بهالطريقة هاي. إذا لا يوجد غاية ولا إله ولا شيء. نسبية الأخلاق، الأخلاق اتفاقيات اجتماعية لا ثوابت مطلقة. يعني الصدق ليس حسنا بنفسه، إنما نحن اتفقنا أن الصدق حسن، ولكن لما بيقرر الطاغوت الفلاني أو المجرم الفلاني أو المجتمع اتفق على أنه هل ميز الصدق قبيح، بيقوم بيصير قبيح. قال ما في شيء اسمه أخلاق، أخلاق ليس وحيا ليس شيء، إنما هو عبارة عن اتفاق، ممكن يصير قبيح وممكن يكون حسن حسب اتفاق. حتى القيمة، يعني هل اليوم مثلا بيقول لك انه قيمة الذهب من وين عم تجي؟ صح من ندرته، ولكن من اتفاق العالم انه هذا الذهب غالي. تمام، احد النظريات الاقتصادية. كل هذا عم ينشغل على العقل اللاواعي للمجتمع وللإنسان على مر الزمان. فإذا نسبية الأخلاق، الأخلاق عبارة عن اتفاقيات. اليوم إذا كانت الأخلاق تدعي لازم نقتل 100 مليون إنسان ليقدر يعيش ال 100 مليون الثاني، توكلوا على الله اقتلوهم، ما عندنا مشكلة.
فالأخلاق هو عبارة عن اتفاق. لاحظين؟ يعني اجت الأمم المتحدة أو ما بعرف شو اسمها، اتفقوا إنه هذا الأمر هيك، انتهى الموضوع، صار أخلاقي. المادة أصل الوعي، مثل ما حكينا إنه العقل والوعي هو نتاج كيميائي للدماغ. سيروتونين، الادرينالين، ما بعرف شو من الاسماء الكثيره للكيمياء الدماغ. في اكثر من 30 ماده كيميائيه تفرز بالدماغ. قال ايه؟ العقل والوعي هو عباره عن نتاج كيميائي للدماغ. الموت نهايه مطلقه، لا حياه بعد الموت. الوجود ينتهي بتوقف الجسد. متى ما توقف القلب والاكسجين عن الدماغ وعن القلب وعن الخلايا، خلاص انتهى، مات الانسان، ما عاد فيه وجود له. متى ما مات خلاص راح إلى الفناء، ما في حياة بعد الموت. طيب. هلأ مستلزمات الرؤية المادية، لما الإنسان بيكون عنده هذه الرؤية الكونية للكون مثل ما حكينا عنها، فشو يعني، شو النتائج تبعها؟ أولا، العلم هو المعيار الوحيد للحقيقة، لذلك بسموه علماني. تمام، أنه لا يؤمن إلا بالعلم، ولا في أي شيء آخر، لا وحي ولا شيء ثاني. ما لا يمكن إخضاعه للتجربة العلمية لا قيمة له معرفيا. كل شيء لا يمكن إخضاعه والتعامل معه وفق العلم والتجربة والمخبر واللاب لا قيمة له معرفيا. لا، ما باخذ منه معرفة وعلم وأبني عليه قرارات. بينما الإنسان صاحب الرؤية الإلهية لا، يبني قرارات على الوحي، أصلا بيبني كل حياته على الوحي. هذا لا، يلغي هذا المنطق الفلسفة والأخلاق والفن بوصفها لا علمية. التغى كله هذا. تمام. الإنسان مجرد حيوان متطور. الإنسان حيوان، كان شمبانزي، وقبل الشمبانزي كان شيء تاني، وتطور إلى، تشوفوا كيف عم تحكي أنت بيقوم بيطلع لك فجأة هذا شو اسمه. فهذا الإنسان مجرد حيوان متطور، يعني كان شمبانزي وتحول لإنسان. ليه؟ شوفوا لاحظوا هاي النقطة الكتير مهمة. قال العقل هو نتاج التطور. هاي كتير خطيرة هاي الكلمة. شو يعني العقل نتاج التطور؟ يعني مثل ما الزرافة احتاجت لتبقى عايشة انه تطول رقبتها، الانسان احتاج ليبقى عايش انه يصير ذكي. لاحظين؟ يعني اذا بترجع مثلا للعصور الجليدية او الايس ايج او ما بعرف شو، هتلاقي انه الانسان كائن ضعيف، كل الحيوانات اقوى منه. كان اكبر مشكلة عنده هو انه كيف يلاقي مي. لاحظين انتوا، كل شيء متجمد، كيف بده يلاقي مي؟ كيف بده يتدفى؟ كان يفوتوا لقلب مغارة ويتغطوا كلياتهم سوا، ويحطوا أجلكم الله زبل البقر، يعني فضلات البقر والغنم والحيوانات، لتعطيهم حرارة ليقدروا يضلوا عايشين بدرجة حرارة ناقص 10 و20 و30 بالايس ايج. تمام. وحتى لما بدهم يشربوا مي لازم يفوتوا على الكهف، يشعلوا نار ويسخنوا الجليد ليصير مي ويشربوه. كان في تجمعات مي تحت الجليد، ولكن مين كان ينافسهم عليها؟ كل الحيوانات المفترسة الأخرى، فما بيتجرأوا كانوا يجوا عليها. فكان لذلك متوسط عمر الإنسان 28 25 32، كان يموت بهالعمر تقريبا. تمام. ولذلك هو تطور، فهو صار يطور عقله لقدر سيرفايف، لقدر يضل عايش. شوفوا إلى أي مرحلة بيصل الإنسان، مجرد حيوان متطور. يعني ملاحظين أيها الأحبة، مش هن معتمدين على والله كلام فارغ، لا، في عندهم نظرية معرفية ويعني يقدموا عليها أدلتهم. وأولادنا بالجامعات وبالمدارس الموجودة بالعالم اللي هون، يعني العالم المادي والرؤية الكونية المادية، عم يشربوا هذه المعارف بطريقة ما عم ينتبهوا لها. بتلاقين صنعت معرفة الولد على هذا الأساس. الإنسان مجرد، إذا كان مجرد حيوان متطور، فلا هو اختاروا الله خليفة، ولا نفخت فيه من روحي، ولا كرمنا بني آدم، ولا عظمنا العقل، ولا شيء. هو عبارة عن حيوان متطور مثله مثل أي حيوان، بس حظه أنه طلع ذكي وواعي وقدر
يبني أشياء ويحافظ على حياته. فهو إذن غريزته الأساسية البقاء وتكاثر الجينات. That's it. لا معنى مطلق للوجود. الوجود حادثة كونية عبثية. لاحظين كل الوجود. والمعنى يعني المينينج ما وراء المادة مجرد اختراع بشري مؤقت. يعني أنت اللي اخترعت أنه الحياة إلى معنى. حياتي أنا شو معنات حياتي؟ What the meaning of my life؟ شو معنات حياتي؟ تمام؟ ما في معنى للحياة. لذلك الحياة عبثية، والاعتراف بذلك هو البداية. ما دام أنه ما في، يعني الحياة هي عبثية، ما في هدف، ما في معنى لحياتي، عبارة أنا مثل هذا الداب بأجلكم الله اللي بيعيش بياكل وبيشرب وبيموت بس. هلأ لا في غاية ولا في هدف ولا في معنى لحياتي. الحرية وهم في النهاية. إذا كان الوعي نتاج كيمياء الدماغ، فالإرادة الحرة وهم كبير. ليش؟ لأنه أنا ورثت الدي ان اي من أبي وأمي، والدي ان اي هو اللي بيحدد شخصيتي، هو اللي بيحدد طولي، هو اللي بيحدد لون عيوني، هو اللي بيحدد قدرتي وذكائي، هو اللي بيحدد كثير من الأشياء. والبيئة اللي أنا ولدت فيها هي عم تعطي محددات كثيرة تؤثر على شخصيتي وقراراتي في المستقبل. والكيمياء التي تفرز في دماغي هي اللي عم تحدد لي مشاعري وقراراتي. فإذا أنا مسير ولست مخير. لاحظين هذه النظرة المادية للإنسان. فلاحظ أنت هذا جارك الملحد أو هذا جارك الذي لا يؤمن بنظرة كونية إلهية، هذا عايش هيك بهذا الأسلوب، عايش بهذا الأسلوب. طيب، الأخلاق نسبية ومتغيرة بالمجتمع مثل ما حكينا. شو يعني الأخلاق نسبية؟ يعني إذا صار في لا سمح الله مثلا أو خليها هي للقوة تصنع الحق. الأخلاق نسبية، هذول التنتين مرتبطين مع بعضهم. الأخلاق نسبية ومتغيرة بالمجتمع. لا خير ولا شر مطلق. ما في خير مطلق وشر مطلق، كله نسبي. يعني مثل ما حكينا نحن مثلا السكين لما بتستعملها بالمطبخ وبتقطيع الطعام فهي خير، لما بتستعملها في قتل الإنسان فهي شر. فكل شر، حتى الحقيقة نسبية، لا يوجد حقيقة مطلقة. هي حقيقة بالنسبة لك اللي عشت أنت بالزمن الكذا، وهي باطل بالنسبة للي عاش بزمن متقدم وشاف أشياء متطورة أكثر. فالأخلاق نسبية ومتغيرة في المجتمع. يترتب على هذا إمكانية تسويغ أي ظلم إذا قبل به المجتمع. إذا المجتمع قبل التعامل الظالم فلا مشكلة في ذلك. بيجوا الشيعة شو بيقولوا؟ لا، الحسن والقبح عقليان وليسا وضعيان وليسا شرعيان وليسا أبدا، هما عقليان. شو يعني عقليان؟ يعني أن الصدق يحكم عقل الإنسان بما هو إنسان أنه حسن، أن تكون صادق، ويحكم على الكذب أنه قبيح. يحكم على العدل أنه حسن، ويحكم على الظلم أنه قبيح. لذلك نحن الشيعة اسمنا العدلية، لأنه في عنا العدل واحد من أركان الإسلام. بينما عند الأشاعرة اللي هن جزء من السنة أو هن المذهب الرسمي للعقائد السنية، يقول لا، الحسن ما حسنه الشارع، ما حسنه الله، والقبيح ما قبحه الله. قال يعني إذا الله فوت المؤمن على النار والكافر على الجنة، قال هذا حسن. ليه؟ لأنه صدر عن الله. قال يعني بيعمل هيك؟ قال إيه، إذا الله أدخل المؤمن إلى النار والكافر إلى الجنة فهذا عين الحسن. قلت له بس هذا ظلم. لك لا، مش أنت تحدد شو هو الظلم، اللي بيحدد هو الشرع. فشايفين كيف أخذت المنهج كله إلى مكان آخر. بينما احنا نقول لا، العدل يلي هو أساس الحسن العقلي. يعني ما قبحه العقل قبحه الشرع، وما حسنه العقل حسنه الشرع. القوة تصنع الحق. في غياب مرجعية مطلقة تنتصر مصلحة الأقوى. سوشيال داروينيزم، داروين الاجتماعي، البقاء للأصلح، منطق يسوغ الاستعمار والرأسمالية المتوحشة. أعطيكم مثال. أنا صار عندنا كورونا، ما عاد في أكل وشرب بالمدينة. ف أنت إنسان رؤيتك إلهية، ممكن تموت وما تقتل إنسان لتاكل له أكلاته. صحيح، هذا اعتداء. ولكن جارك المادي
بيقول لك والله للأسف البقاء للأصلح وللأقدر على على الادابشن، يعني على التكيف. الأقدر على التكيف هو اللي بيبقى عايش هيك. هذا المش هيك الكون موجود، هي الرؤية المادية. فبيجي لعندك بدق الباب عليك، هو هيك لطيف ومحترم، كان معك دائما لطيف ومحترم، ومعه فرد بيقول لك أعطيني كل شيء معك، أو أنا آسف جدا عن جد، أم سو سوري، مضطر أقتلك، بس هي القوانين، شو البقاء الأصلح. تمام. هذا مثال صغير. فبيروح بياخذه هو عن جد، يعني مزعوج انه عم ياخذهم، بس للاسف بقاء الاصلح. فهذا المنطق المادي يسوغ الاستعمار. فيك تسرق أراضي الناس وتصير رأسمالي متوحش، تستعبد الناس، وتصير إلى درجة تصير تمارس كل القباحات والوحشية الإنسانية، مثل ما شفتوا بملف إبستين. أقذر ما يصل إليه الإنسان من وحشية ومن توحش وتغول هو اللي شفناه بإبستين. بيصل الإنسان، نعم، هيك شفناه عمليا، صرنا شايفينه عمليا. تمام. فهذا هو المنطق المادي الذي يحول الإنسان في بعض مفرداته إلى وحش، إلى طاغية، إلى متجبر، إلى مستعبد للبشرية كلها. الفردانية وتفكك الروابط، يعني ما في شيء اسمه مجتمع وأمة ونحن كلنا لازم نراعي، لا لا، فردانية. أنا علي من نفسي. أنا ما بيهمني مجتمعي، ما بتهمني أمتي، ما بيهمني جاليتي، ما بيهمني حدا، أنا علي من نفسي. هي الفردانية تجي من الرؤية المادية. لا التزام أخلاقي تجاه الآخر إلا بما يخدم مصلحتي. إذا الأخلاق بتأديني ليعطوني بروموشن، إذا ابتسم بوشك وتعامل معك نايس وكذا لأخذ بروموشن، أهلا وسهلا. أما والله مجرد ما خلص دوامي الساعة 5 بيتحول إلى شو؟ إلى دراكولا. كان قبل شوي عم يبتسم ومحترم وكذا ونايس، فجأة خلص دوامه تحول لدراكولا. لحظة. تراجع الأسرة والمجتمع وتصاعد الوحدة وأمراض المعنى في المجتمعات المادية. بس يصير الإنسان فرداني وليس إنسان ملتزم أخلاقيا تجاه مجتمع وتجاه جالية وتجاه كوميونتي، بيصل لهالمرحلة. من لذلك تطلع برا على الشارع ما بتلاقي حدا بالشارع، لا بتلاقي ناس، لا بتلاقي كذا، كل العالم قاعد كل واحد بتليفونه أو بتلفزيونه أو إلى آخره. استهلاكية الحياة. ما دامت الحياة مجرد فترة زمنية، لا في قبلها شيء ولا في بعدها شيء، فمن العقل أنه استهلك كل ثانية من حياتي بالشهوات والملذات وإلى آخره. تمام. هالقد بس أنه الإنسان يعيش حياته بلذة والشهوات، حتى لو اقتضى ذلك يسرق. إذا القانون، يعني إذا القانون بيسمح له وما بيعاقبه، بيسرق وبيقتل وبينهب وبيغتصب وبيحرق وبيقتل وكل شيء، بيعمل كل شيء الإنسان إذا ما في قانون، أو إذا ما في رازع ورادع أو وازع. شوفوا الإسلام كيف عم يزرع بالإنسان المؤمن بالرؤية الإلهية، مش بس الرادع أنه القانون أنا بيعاقبني إذا عملت هيك، لذلك أنا ما حأعمل هيك. لا، في الوازع، يعني في قانون داخلي روحي نفسي هو الذي يردع الإنسان من فعل الأشياء السيئة. طيب، أزمات الإنسان في ظل الرؤية المادية. شو رح يصير؟ قديش صار عن الوقت؟ 9:15. أوكي. آه، طيب. هلا نحن، بس خليني هون حنصير بالرؤية الإلهية، لذلك حمرق هي، واسمحوا لي لو طولت شوي عليكم، بس بشكل سريع. هلا لما الإنسان بيصير مادي، شو الأزمات اللي بتمر؟ لقد قتلنا الله، عفوا، لا، لقد قتلنا الله ونحن من قتله. كيف نطفئ الشمس؟ كيف نمسح الأفق؟ ما الذي يبقى لنا؟ هذا نيتشه، هذا الفيلسوف المادي التشاؤمي اللي ما بعرف شو كتير يعني. فالله عنده مات، نحن قتلنا الله. خلص أنا كنيتشه كفيلسوف مادي، أنا ما عاد عندي شيء اسمه الله ووحي وكذا، خلص هذا قتل نهائيا من وجودي ومن حياتي. شو اللي بيؤدي؟ شو الأزمات اللي بتؤدي؟ أزمة العدالة. الظالم الذي مات مرتاحا والمظلوم الذي مات معذبا، حساب من؟ وين بيتحاسب هذا الإنسان الذي ظلم في هذه الدنيا؟ قتل، سرقت أرضه، سرق بيته، حرق، قتل أولاده إلى آخره. وين في عدالة؟ أو مثلا نحن بالدنيا، طبعا هذا مرتبط بشو؟ بأنه الحياة مغيات، الحياة لها هدف.
فمستحيل بكرة بتشوفوا بالنظرة الإلهية أنه مستحيل يكون كل ذرة في الوجود لها غاية ومعنى وهدف. ثم وحتى الذئب والفارة أجلكم، أو كل شيء بالوجود له هدف وغاية، إلا الإنسان قال بيعيش 50 60 سنة بعدين بدي لا له هدف ولا غاية ولا نهاية ولا حساب ولا عقاب. هذا يناقض حتى العقل، هذا بنشوف بالنظرة الإلهية. أزمة العدالة، اللي قتل 10 عقوبته الإعدام، واللي قتل واحد عقوبته الإعدام، واللي قتل 100 عقوبته الإعدام. طيب وين بده ياخذ الحساب الحقيقي والعادل؟ ما فينا نعيشه ونقتله مرة تانية وثالثة ورابعة. بياخده باليوم القيامة، أن الله عز وجل بالعالم الآخر قادر يعيشه ويرد يعاقبه، يعيشه ويرد يعاقبه. لذلك كلما نضجت جلودهم بدلناها جلودا غيرها. يعني شو يعني؟ إنه فيني أنا عاقبه، فيني عاقبه وعذبه ويرجع يموت من العقوبة، يرد ارجع عيشه. لاحظين هون بيصل الإنسان للعدالة المطلقة. أزمة الكرامة، ما عنده كرامة الإنسان. إذا كان حيوان متطور، شو قصدك بالكرامة؟ ما في لا قيمة ولا أهمية لهذا الموجود. هو مثله مثل الحيوانات الأخرى، بس هو عنده وعي مميز بهذا العقل. بس هذا التمييز العقلي ليس موهبة من الله عز وجل، إنما هو عبارة عن نتائج تطور. وأنه لا بد الإنسان يكون ذكيا لكي يستطيع أن يبقى حيا. تمام، حتى يعمل سيرفايف لازم يطور عقل وذكاء وقدرة على مجاراة الواقع الأليم اللي كان عم يعيشه. هو ما عنده أدوات قوية مثل الدب بيقدر دائما دافي وعنده مخالب وما حدا بيسترجي يقرب عليه. لا، هو كتير ضعيف، بده يكون ذكي ليقدر يضل عايش. فإذا لا كرامة له. فينا نستعبده، فينا القوي يستعبد الضعيف، واللي هلأ معه سلاح يفرض كل إرادته ومعرفته ومنهجه وكل شيء ورؤيته. خلص هو شافك أنت شرير وكذا بيقتلك. أنت وقاعد ببيتك بيطالع هذا وبس بيسلخك بالهذا وبيقتلك. خلص هو قرر هيك إنه يعدمك. شايفين إنه لا كرامة للإنسان، لا كرامة للإنسان. أزمة المعنى، لما الإنسان بيعيش حياة ما فيها معنى، عدمية. عدمية يعني لا معنى فيها، وفقدان للغاية. لا في غاية لوجودي غير إني آكل وطعمي أولادي وكذا. ليش أنا عايش؟ ليش أنا عم أفرح؟ ليش أنا عم أتألم؟ ليش أنا عم كافح؟ ليش أنا عم في الصبح وآخذ أولادي لربيهم؟ لا، أنا بروح ببيع البيت وببيع الكذا وبروح بقعد على شواطئ هيك كلها دفى وعفى وعم أشرب عصير كل النهار وشو بدي بهالتضحية كلها والعذاب كله. لذلك اليوم بتطلع بالعالم المادي بتلاقي كله عالم عجوز، ما في أولاد. نسبة هذا يعني. أنا كثير كان عندي كنديين ولا حدا منهم متزوج. يعني كنا تيم عم نشتغل بمكان معين، ولا واحد منهم متزوج أبدا، لا رجال ولا نسوان. عايشين هيك. ليش بدنا نتجوز عمره 50 و45 و60؟ ليش بدي ضحي؟ ليش بدي أعيش أنا مشان والله أفني جسدي لفيق الصبح كل يوم وأخذ أولادي على المدرسة وأعمل لهم أكلهم وأرجع أجيبهم وأعمل وساوي وكذا؟ ليش بدي أعمل هيك؟ ما في معنى لحياتي. أنا عبارة عن هالزمن وانتهى الموضوع. طبعا هذا كمان، هذا القرار المادي يحتاج إلى قوة قرار، لأنه في بالإنسان. لذلك الله عز وجل حط غريزة البقاء، غريزة إنجاب الأولاد، غريزة الأمومة، غريزة الأبوة. لأنه لولا وجود الغريزة ما كان صفي بشر على وجه الأرض، ما حدا بينجب أولاد. يعني هن رغم كل هذه الغرائز وما عم يجيبوا أولاد، وعم ياخذوا قرارات قاسية. وفي منهم بيندموا بنهاية حياته، بيقول لك أنا ندمت ندم شديد جدا. حضرت مرة لقاء لممثل مصري اسمه، والله نسيت اسمه، عمر أو شيء هيك. المهم قال، عم تسأله المذيعة انه انت صرت ممثل عالمي وصلت لشهرة عالمية ويا لطيف، يعني انت عشت بفنادق كل حياتك تحكي لغات وحققت نجاح. قال لا، انا ندمان على كل لحظة عشتها بهالطريقة. كان عمره شي 70 سنة عم تعمل مع المقابلة. ليه؟ قال لي شايفة هالفيلا الضخمة كلها اللي انا عايش فيها؟ لا عندي ولد ولا عندي حفيد. انا كنت بتمنى اني اشتغل زبال بس يكون هلأ عندي عيلة ويكون عندي. شو استفدت من الشهرة؟ شو استفدت من العالمية؟ شو استفدت من الأموال؟ ولا شيء. تمام. أزمة الأخلاق،
متسق فلسفيا، يعني اللي بيكون نظرية المعرفة عنده والرؤية الكونية والمبادئ الفلسفية هي متسقة مع المادية، لا يلوم القاتل أكثر مما يلوم المطر. يعني القاتل ونزول المطر، نزلت المطر وفاضت وماتوا ناس بالفلاد، نفس الشيء لما واحد يجي يقوص إنسان، هذا وهذا نفس الشيء. شو الفرق بيناتهم؟ الاثنين قتلوا. هذا قتل لأنه عبارة عن شو اسمه، بس لازم نحن ننظم المجتمع عشان نقدر نرتقي بالاقتصاد وبالرفاهية، وأقدر أطلع أعمل فيكيشن كل سنة إلى آخره. علشان هيك أنا عندي نظام وبعاقب القاتل، مش لأنه القاتل عمل عمل لا أخلاقي. تمام. أزمة الوحدة، الآخر منافس لموردي ومكاسبي. لاحظين؟ يعني أنت عم تنافسني على الشارع، لما بتكون بتسوق أنت عم تتسبب بزحمة. أنا بتمنى يكون ولا إنسان عايش، أنا الوحيد اللي عايش بهذا الكون. أنت عم تسبب لي بعجقة. أنت عم تاخذ لي مواردي، أنت عم تعمر كذا، أنت عم تاخذ لي شوية مي من الأموال، المي اللي عندي. يعني أنت منافس لإلي، أنت لا قيمة لك في حياتي غير أنه عم تكون يعني expenses liability علي. الحب وهم تطوري يخدم الجينات، يعني الحب هو ألعوبة، أكذوبة، أخدوعة اخترعتها الجينات وغريزة البقاء ليخليك تحب وتتزوج وتجيب أولاد. هي عبارة عن شهوة جنسية سمت على أساس إنها حب وكذا وإلى آخره، هو خدمة للجينات. شايفين؟ حولوا كل حياة الإنسان إلى روبوت وإلى حيوان، لا معنى ولا غاية ولا أخلاق ولا حب ولا مشاعر ولا مبادئ. إذا أنت كنت قادر تختفي من القانون والقانون ما يعاقبك، فيك ترتكب تاكل أولاد، فيك ترتكب الاغتصاب مع طفلة عمرها 5 سنين وسبع سنين وثمان سنين وما بعرف قديش كذا. وكانوا يعني بالدوكيومنتري اللي شفته انه كان ابستين ينزل من الطيارة معه سبعة ثمان بنات اعمارهم 8 و13 و11 و12، وسبعة ثمان بنات، ويشوفوه عامل النقل شو اسمه الحقائب، والموظف بالمطار، واللي عم يسوق الطيارة، والمضيفات تبع الطيارة، وكل العالم يشوفوه على مدى سنين طويلة. وكان واضح انه شو عم يعمل. واضح انه سبع ثمان بنات اعمارهم بهالعمر، يعني واضح ليش كانوا معه بالطيارة. ولا واحد منهم تجرأ انه يفتح تمه بحرف، سكوت مطبق. يعني هذا اللي بالدوكيومنتري عم تحكي المحققة، انه كان في استغراب شديد انه كيف كل هدول عم يشوفوا كل هالاشياء. ولكن لانه صاحب المال وصاحب السلطة هو يلي قادر انه يسيطر حتى على اخلاق الاخرين. ازمة الموت، الموت نهاية مطلقة، ما له اي قيمة. الانسان وجود ضرب من العقوبة اصلا، وجود الانسان هو عقوبة له. عنده لايبيليتي كتير، وعنده تعب، وعنده شغل، وعنده. لذلك بيقول لك انا ما قررت انه الله انه آه انه انا انخلق. انا ما اخذت قرار انه الله يخلق، الله خلقني غصبا عني. هيك احد لذلك ما بيحق له يطالبني باي شيء، ما بيحق له يطالبني شو بدي اعمل. لا، هو خلقني غصبا عني، انا ما كنت عندي التشويس. تمام. فإذا الموت نهاية مطلقة، كل شيء عدم. على هذا الأساس شوفوا هذه الرؤية. أنا اليوم إنسان قاعد هون، شايف الناس منافسين لإلي، ما عندي معنى، ما في آخرة، ما في أخلاق بشكل مطلق. الأخلاق هي عبارة عن أني تعودت على أني التزم بالقانون وبالإشارة عشان ما أخذ تيكت وكذا. في بعض الناس لا، الأخلاق عندهم هو مبدأ إنساني ولكنه ليس مطلق، كمان نسبي. ويعني مثلا شو نسبي؟ يعني مثلا والله بأوكرانيا صارت حرب، فوالله هدول عيونهم زرق وخضر وبيشبهونا، بيشربوا قهوة على الصبح وعندهم سيارات وبيوت فانسي. بينما والله اللي بالشرق الأوسط اللي عم يموتوا ويتشردوا وينقتلوا بمئات الآلاف، هدول ما بيحس تجاههم بأخلاق انزعاج. ليه؟ لأنه نظرته للحياة مادية، قائمة على العنصرية، قائمة على المجتمع، قائمة على الرؤية المادية البحتة التي لا يوجد خلفها أي معنى وأي قيمة وأي أخلاق وأي إنسانية. والإنسان هو عبارة عن حيوان، وكل شيء يعزوه إلى التطور.
بتشوفوا أنتم، لاحظوا علميا كل شيء تطور. بيقول لك والله يعني بخجل هلا يمكن اضرب امثله، لانه هن كثير بيهتموا بانه كل تصرفات وسلوك الانسان كثير مرتبطه بالجنس. فعايشين كل محور حياة، حتى تفسير اشياء كثير بالانسان حول محور اللذات والشهوات والجنس والمادية والتطور وإلى آخره. حتى التفسير البيولوجي للإنسان يدور حول محور وفلك الشهوات والملذات والنظرة المادية البحتة للإنسان، التي تجرده من كل جانب معنوي، وجانب ما وراء المادة، وجانب إلهي، وجانب أخلاقي. تمام؟ لذلك هذا يؤدي إلى كرايسيس بحياة الإنسان. صح، ماديا ماشيين، هن عم يقدروا يدبروا حالهم اقتصاديا ويعطوا ويلفير وما بعرف شو يعملوا إلى آخره، ولكن بنهاية المطاف تطلع على المجتمع تلاقي مجتمع عم يمشي مثل الروبوت وبعيد. أب من أكثر الحالات ألما أنه أب مثلا مات، ما حدا سأل عنه. بتطلع قال بأونتاريو قديش كان الرقم، يمكن 1500 أو 2000 أو ما بعرف قديش من اللي ماتوا سنة 2025. الدولة تكفلت بدفنهم، ما اجى أي حدا أصلا، لا سأل عنهم ولا أخذ جثتهم ولا دفنهم ولا عرفوا أي شيء عنه. مدري يمكن 1500 أو أكثر حسب ما بتذكر الرقم. فتقبل الله أعمالكم، وإذا في أي سؤال فأنا بالخدمة إن شاء الله تعالى.